احنا غادي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دازام الصهيونية إلى أين؟ هذه الصحافة لا تراعي في هذه الأمة إلا ولا ذمة. إلى أين؟ فين غادا بالضبط؟ المسخ الهوية؟ واش بغاو العولمة بمعنى الأمريكا؟ بغاو التهريب؟ واش ما كاين دين، ما كاين قيم، ما كاين حضارة، ما كاين أمة؟ المدير ديال دازام كيدير الفضائح والفظائع، لا من يكلموه لا من يحاسبوه، كيمشيو لتل أبيب كيديروا صور وباسم القناة كأننا ما عندناش موقف، كأننا ماشي أمة. دازام صهيونية بامتياز، اللهم انا ضمنك، لأنها فرنكفونية فرنسية، بغات تعري الأمة، بغات تمسخ الأمة، بغات تزيل مقومات الأمة. الآن هذه البرامج اللي كتحدى فيها الأمة، هذه البرامج، برامج العري، برامج الفساد، برامج الفتنة، برامج الأمريكا، واش هي كاينة داخل المغرب؟ المغرب الثليج، المغرب العظيم. واش هي داخل المغرب؟ راه مغرب، هذا راه أمة، راه تاريخ، راه إسلام. دوزيام صهيونية، ميديا صهيونية، أحداث المغربية صهيونية، اف ام صهيونية. الصحافة التي تماثل هذا وتشابه كلها صحافة كتخدم أجندة غربية، أحزاب كثيرة صهيونية، مؤسسات ثقافية صهيونية. هذا الكم الهائل كيشكل الدولة العميقة. الدولة العميقة كتعاونها سفارات، كتعاونها دول. نعم عندنا دولة مركزية، كنعرفوا عندنا دولة مركزية، وهذه الدولة المركزية يعني عرفناها قوية، وعرفناها مخترقة، وعرفناها ضاغطة عليهم، ولكن هم مسائرون مساعدات. فالدولة المركزية كيخصها باش يوقع تلاحم بينه وبين الشعب بالدولة العميقة، خاص تحصل الثقة. والثقة ديال التعاون، ثقة تحكيم الشرع، إقامة حدود الرب، إغلاق أماكن الفساد، إعطاء الحقوق للناس. هذا الانفصام النكد بين الدولة المركزية وبين الشعب أعطى المجال لهذه الدولة العميقة، دولة الصهيونة، دولة الفتنة، دولة الفساد في الأرض. كتستفز شعب مسلم، تستفز شعبا مسلما غاية الاستفزاز. هذه البرامج الساقطة، البرامج الحقيرة، وخص المزيد من الشكايات والمزيد من التوقيعات والمزيد من الأنشطة. يا خطباء الإسلام، يا علماء الأمة، يا أحرار هذا البلد، يا أهل الإخلاص، أولاد الحلال، راه البلاد غدا في واحد المسار صهيوني للخراب. فهذه الشركات مولة من الخارج، مساندة منظمات وأجهزة عالمية، شكلت الدولة العميقة، شكلت اللوبي، وهذا اللوبي كينسق مع لوبيات عالمية. إرادة الشعوب والدولة المركزية يجب أن تستيقظ من غفوتها. حنا عارفين الضغط الشديد، لكن كاين تقصير، وإرادة الشعوب للقضاء على هذه الفتنة. واش دابا الآن غتدخل لنا دوزام العري وسط بناتنا وولادنا؟ واش ما بقاش الانسان يقدر يشرب كاس ديال اتاي مع ولادو مع هذا الجهاز اليهودي الصهيوني؟ انا قلت على دوزام صهيونيه، وقلت على دوزام كتعمل منذ تاسيسها في الظلام بلا رخصه، وقلت على دوزام واخده هنا بعين السبع كبيره بالقهر دون اداء اجره. قلت على دوزام تاكل اموال الامه بالباطل. واش عباد الله تاخذوا فلوسنا وتوريونا الصندقه والالحاد والهجوم على النبي عليه السلام والهجوم على القران الكريم؟ واش اشنو زعما هما فوق القانون؟ واش دابا الان يعني المحاكم، اجهزه الامن وكذا مغلغله فيها الدوله العميقه؟ واش هادو ما كيخافوش؟ ما حنا نجيو السكيل احسن مع مروجه، اليوم ثاني مع مروجه،
لأنه مع دوزان، مع مؤسسة عملاقة صهيونية كتحميها جهات. الآن راه الشعب كله كيرفض دوزام الصهيونية، دوزام اليهودية، دوزام الفتنة. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين وما أخلل، ورب الرياح وما ذلين، ورب الشياطين وما أضلل. اللهم عليك بهؤلاء الصهاينة، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم انتقم منهم، إنهم لا يعجزون قدرتك يا رب يا رب يا رب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله عنا خيرا. كبر الله أكبر. الله أكبر.